الكلام ده يمكن انا الاول انا سعيد طبعا بتجربتي مع الاولمبيك اسفي من العام قبل الماضي، مش الماضي لان الماضي خلاص خلص. سنه ونص مع الاولمبيك اسفي، كل الاحترام والتقدير ليهم كاداره، كجمهور، كمسؤولين، كمدينه اسفي. مدينه انا عشت فيها، الناس كلها كانت بتعاملني بحب وباحترام، واعتبر نفسي ان انا واحد منهم يعني بكل امانه. انا كان ليا 3 تجارب في المغرب، دي التجربه الثالثه. فحسن الجديدي في البدايه من كابتن حسن شحاته، ولي الشرف ان انا كنت مع كابتن حسن شحاته وكملت الحمد لله وحققت نتائج كبيره وخدت مرتين 3 احسن مدرب في الجوله. صحيح. والحمد لله في اولمبيك في سريع وادي زين تجربه كانت جميله برضو، نفس التجربه تعتبر نفس التجربه بتاعت اسفي. رحت برضو اخر 10 مباريات حققنا البقاء، والموسم الثاني الحمد لله كملنا بشكل كبير جدا، ولكن الموسم ده كان مختلف بكل امانه. تسمح لي في البدايه طبعا زي ما شكرت مجلس الاداره والجمهور على الحب والاحترام اللي شفته من خلال سنه ونص. الجهاز الفني لازم اشكره، خاصه تعب معايا بشكل كبير جدا. اللاعبين كلهم بصراحه تعبوا معايا بصراحه، عمال غرف اللبس تعبوا معايا، مش حد ما تعبش معايا السنه دي. كانت سنه استثنائيه الكل تعب فيها، مع ان الامكانيات ما كانتش هي امكانيات بركان ولا امكانيات الرجاء ولا امكانيات انديه كبيره جدا، ولكن كنا زي ما بتقول كان عندنا تحدي. وانا يمكن كانت البدايه بالنسبه لي قلت تحدي، وتحدي صعب على صفحتي في اول ما اولمبيك اسف يكلموني، لان خدت القرار والحمد لله انا بستخير ربنا لما باخد القرار. ودايما الواحد انت عارف كره القدم هي توفيق، الحمد لله التوفيق كان محالفنا السنه دي، وكان كبير معانا ربنا سبحانه وتعالى ان احنا حققنا. انا بعتبره بصراحه اعجاز مش انجاز، لان الانجاز لما بتعمل حاجه عاديه يعني بكمل، ولكن دايما زي ما قلت لك في البدايه انا دايما طموح، دايما بطلع السلمه ما بحبش انزل دايما، عشان انت حققت المركز الرابع. لو في نصيب ان انت هتلعب في كونفدراليه، هو طبيعي هتلعب في بطوله ثالثه غير كاس العرش والدوري كويس، اكيد هتلعب بطوله كونفدراليه. لو مش هتلعبها عشان اللي هياخد الكاس زي ما بيتقال، انت بتتكلم في بطوله عربيه، ففي كل الاحوال انت هتلعب على 3 بطولات. كويس. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انت عشان تعمل كده، انت في حاجات لازم انت سلبيات حصلت الموسم الماضي لازم تتغاضى عنها، ولازم الايجابيات بالنسبه لك تزود عليها، عشان الموضوع بالنسبه لك ولا هم هيرضوا ولا انا هرضى ان الطموح ان انت تاخد اقل من كده. انا الموسم الماضي انا لما رحت كان قبل الاخير نهينا المركز السابع. لما نهيت المركز السابع في الموسم ده انا في لعيبه مشيت من عندي، يعني في مثلا كلاودو برازيلي راح الزفره الاماراتي، في حمزه خابه راح الرجاء، في وطاره راح بركان، في مختار الحارس المرمى. هل ده استشارتك في ده ولا اللعيبه مشيت؟ عقودهم انتهت وبالتالي جالهم عروض افضل ماديا. كويس. وانا من نوعيه المدربين اللي لما بيجي عرض اللعيب ما بمسكش فيه، لان مهما اللعيب خلاص جاله عرض اكبر من الناحيه الماديه مش هتقدر تقول له حاجه، لان بس هو طالب بالدعم، يعني عايز ان حد مشي فيجي حد مكانه الا ان يكون اقوى. بالظبط كده. كويس. ولكن احنا اشتغلنا، هو اللي جه بصراحه، والعطوشي كان مشي، في لعيبه كتير جدا كانت مشيت من عندي، زائد ان انا ممشي حوالي 10 12 لعيب. السنه دي كانت مختلفه شويه، السنه دي جبت 10 12 لعيب بصراحه ادوا الاضافه، بصراحه لعيبه محترمه جدا كانوا يعني ونعم الاخلاق بصراحه، لان انا دايما وانا بختار لعيبتي دايما ببص على النقطه دي، حته الاخلاق في الاول، لان اللعيب دايما دي اخر مباراه في الدوري. اوكي. ده فضلت انه نختم واحنا ناجحين؟ لا والله مش كده برضه. انا خلي بالك الرئيس بصراحه حديوي راجل محترم جدا، وراجل كان معايا طول السنه بصراحه بكل امانه، وكان بيدفع بشكل كبير جدا، ولكن انت محتاج الدعم يكون اكتر. انت دايما انا دايما ببص في حاجات تانية، مش بس الدعم المادي، لا البنيه التحتيه، لان كان عندي مشاكل كتيره جدا في الحته ديت، جزئيه الملعب، جزئيه حاجات كتيره جدا بتخصني انا كمدرب، مهمه جدا في شغلي، مهمه جدا في ادواتي، مهمه جدا مع اللعيبه، لانك انت محتاج لو هتلعب في افريقيا في الكونفدراليه فانت محتاج لعيبه كواليتي مختلف، كواليتي يدي الاضافه حتى على مستوى اللعيبه المحترفين، مش بس اللعيبه المغاربه، لا. فانا دايما لما باجي اعمل فرقه واعمل تيم دايما بعمل حسابي في 4 5 لعيبه يكون عندهم حلول في تغيير المراكز بره الملعب. انا شفتك من شويه كنت بتتكلم على الطرد والارسنال وتوتنهام، وطريقه اللعب ازاي اتحولت من 4-3-2. انت خلي بالك هو دي
هي دي ميزه المدرب. انا حصل عندي طرد كتير، بس امتى تلعب بالاثنين فراوده لو انت حاسس ان الديفنس عنده مشاكل؟ امتى تخلي طريقه اللعب دي وانت عندك طرد تلعب بثلاثه بس؟ صح. طب ما ممكن تلعب 4-4-1 وحصلت لي كتير، لان وانا بلاعب الرجاء غير ما لاعب غير ما لاعب السوالمه، غير ما بلاعب يعني الفرق مختلفه، ونوعيه اللعيبه اللي بتلعب قدامك مختلفه. فممكن عشان كده ممكن هتقابل منين؟ هتقابل من قدام ولا هترجع نص ملعبك؟ طب فرقتك انت عامله ايه؟